بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فيديو جديد على القناة. فيديو اليوم الخميس 18/1/2024. إن شاء الله في الفيديو هنتكلم عن الأسعار اليومية على القناة، أسعار الرز الشعير والرز الأبيض ومخلفات الرز، وأسعار القطن، وأسعار الذرة المستورد والذرة البلدي، وأسعار الصويا، وأسعار القمح، وأسعار الرد، وبالنسبة وأسعار الفاصوليا. هنبدأ إن شاء الله مع بعض بسوق الرز. وسوق الرز النهاردة في طبعا ناس بتكلمني وبتقولي إن أسعار خامات الأعلاف ارتفعت، فالمفروض أسعار مخلفات الرز ترتفع، والمفروض أسعار الرز الشعير يرتفع. وده طبعا كلام صحيح، يعني الكلام اللي حضراتكم بتقولوه دي كلام صحيح، بس في حالات. بالنسبة للحالة اللي احنا فيها دلوقتي، ارتفاع المخلفات بيؤدي إلى نزول أسعار الأبيض وثبات أسعار الشعير. وده عشان الناس تبقى فاهمة، عشان عرض الشعير أكتر من طلب الأبيض، فده أدى إلى ثبات الرز الشعير مع نزول في أسعار الرز الأبيض نتيجة ارتفاع المخلفات. إنما لو حصل العكس وفي طلب رز أبيض أكتر من عرض الشعير مع ارتفاع مخلفات الرز، فده بيؤدي إلى ارتفاع الرز الشعير. فهنا طالما العرض موجود والطلب أقل أو زي العرض، فده بيؤدي إلى ثبات في الشعير ونزول في الأبيض، لأن زيادة المخلفات بيتم النزول قبلها في أسعار الأبيض. إنما لو العرض في الشعير قليل هيتم زيادة الرز الشعير. فهنخش مع بعض في الأسعار على طول عشان ما اطولش على حضراتكم. بالنسبة لأسعار الرز الأبيض اليوم: أبيض عريض أعلى جودة، زيت وبخار وسولوتكس، البضايع العالية ب28,000 للطن من أرض المضرب، وقد تزيد البضاعة أو تقل على حسب نسبة الكسر وعلى حسب الجودة وعلى حسب مشتريات الشعير وأسعار مخلفات الرز. بالنسبة لأسعار الرز الأبيض الرفيع على جودة، زيت وبخار وسولوتكس، البضايع العالية 26,700 للطن من أرض المضرب، وقد تزيد البضاعة أو تقل على حسب نسبة الكسر وعلى حسب الجودة وعلى حسب مشتريات الشعير وأسعار مخلفات الرز. ده بالنسبة لأسعار الرز الأبيض اليوم. أما بالنسبة لأسعار الشعير، الشعير النهاردة زي ما قلت لحضراتكم في عرض في السوق مع طلب قليل، ففي ثبات في الأسعار. بالنسبة للشعير الرفيع والصل المضرب ب17,900 للطن، والشعير العريض والصال لأرض المضرب ب18,500 للطن، وأسعار التحميل من أرضه والتنفيذ من أرضه: التنفيذ في الشعير الرفيع 17,700 للطن، والتنفيذ في الشعير العريض ب18,300 للطن. ده الأسعار، أسعار الشعير، وممكن تزيد الأسعار أو تقل على حسب المنطقة وعلى حسب السيولة وعلى حسب طريقة السداد. ده بالنسبة لأسعار الرز. بالنسبة لأسعار المخلفات: السرسة المطحون من 2300 ل 2500 للطن من أرض المضرب، الجونة من 13,400 ل 13,600 للطن من أرض المضرب، والكسر الناعم من 16,500 ل 16,700 للطن من أرض المضرب. بالنسبة لأسعار القطن: أسعار القطن اليوم: قطن جيزة 94، وزن الإنطار 157 كيلو ونص، خارج المزادات، يتراوح سعره من 11,500 إلى 11,700 للإنطار، وده تنفيذ التجار اليوم. وطبعا زي ما حضراتكم عارفين المزاد إن شاء الله يوم الحد في سموحة، مزاد وجه بحري، ونتمنى إن شاء الله الشركات تراعي الأسعار في المزاد عشان طبعا الناس تبقى تعرف تزرع قطن تاني أو تعوض الناس، والمجمعات يوصل لها قطن، لأن القطن عندنا في الدقهلية المجمعات القطن فيها قليل
جدا جدا عن المزاد اللي فات في المجمعات. هنخش في اسعار الذرة النهاردة. اسعار الذرة المستورد طبعا فيها ارتفاع. اسعار الذرة المستورد البرازيلي صب ارض المينا ب16,200 للطن، واسعار الذرة المستورد الارجنتيني 16,200. وبالنسبة لاسعار الاوكراني والبلغاري والروسي والامريكي والصربي ده اسعارهم 15,200، وده طبعا الاسعار اللي في اخر تحديث للبورصة. وبالنسبة لاسعار الصويا، الصويا 46 ب37,000 للطن، وصويا 44 ب36,000 للطن صب أرض المينا، وده طبعا لآخر تحديث للبورصة. وبالنسبة لأسعار الذرة البلدي، طبعا الأسعار في الذرة البلدي اللي أنا هقولها لحضراتكم ده أسعار اللي ماشية في السوق، يعني الأسعار اللي بتنفذ بقى في التجار غير اللي احنا سامعينه على الورق، يعني أسعار البيع والشراء بمعنى أصح. بالنسبة للأصفر، وده طبعا الأسعار دي من أكتر من تاجر عشان الناس تبقى فاهمة، بس ما هوش تاجر واحد. بالنسبة للأصفر، الأصفر البلدي 14,600، والأبيض ب14,000، وفي ناس نفذت ب13,800. ده بالنسبة لأسعار الذرة البلدي اليوم. بالنسبة لأسعار القمح برضو في كلام كتير في القمح، إنما أسعار البيع والشراء والتنفيذ الفعلي بالطن يتراوح من 14 إلى 14,200 للطن القمح. بالنسبة لأسعار الفاصوليا البيضة برضو يتراوح سعرها من 77 ل80 على حسب جودة البضاعة وعلى حسب المنطقة. ده كان كل حاجة معانا في الفيديو. وبرضو عشان المصداقية، أسعار الذرة المحلي وأسعار الفاصوليا ده أسعار نقلا عن التجار، إنما التنفيذ قدامنا ما حصلش تنفيذ، بس ده نقلا عن التجار عشان يبقى الناس تفهم المعلومات اللي احنا بنجيبها ازاي. وكده يكون خلصنا مع بعض الأسعار النهاردة. طبعا في ناس بتسأل عن أسعار الفول البلدي، يعني هو أسعار الفول البلدي التجار مش عايزين، يعني تجار الفول البلدي يعني معلش يعني مش من احسن الناس اللي انت تتعامل معاهم، فهم ما صرحوش لسه بالاسعار. فان شاء الله لما تيجي اسعار تنفيذ او يقولوا لنا اسعار ان شاء الله هنعرفكم اسعار الفول البلدي. اشوف حضراتكم في فيديو جديد، وان شاء الله لو حصل تغيير في اي سعر من الاسعار اللي قلناها هنعمل فيديو ان شاء الله ونعرف حضراتكم بالجديد اول باول. المطلوب من حضرتك الاشتراك في القناة عشان يوصلك الجديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.